ايه؟ انا ميار، اهلا بيكم في قناة مايا وورد. فيديو النهاردة عن ازاي نستفيد من الايام بتاعتنا خلال الاجازة دي. في كتير مننا خلاص امتحانات، ودي بقى اجازة الصيف بتاعتهم وكده، فاكيد حاسين بملل بقى، وان هو اليوم طويل قوي بس مش عارفين يعني يستغلوا اليوم بتاعهم ازاي. تمام، فانا هقول لكم على شويه افكار النهارده. طبعا في لسه ما خلصت زي ثانويه عامه، ربنا بجد معاهم يا رب ويوفقهم ان شاء الله ان شاء الله، يعني هيكرمهم وهيجبر بخاطركم باذن الله. وفي طبعا هما الجامعات لسه ما خلصوش، هو زي حالاتي الحمد لله مش عارفه اخلص امتى، بس مش يعني ربنا معانا برضه والله يعني احنا بنتعب الحمد لله. آه في بقى طبعا الناس اللي خلصت فعندها اليوم طويل جدا، مش عارفين مثلا هما يستغلوه ازاي او يقضوا يومهم ازاي. فانا هقولك على حاجات مفيده وبرضه حاجات ممتعه تسليكوا. الفيديو النهارده هيبقى متقسم على جزئين، جزء ممتع بقى وكده وفاني بقى عشان احنا اجازه وصيف وكده، وجزء تعليمي اللي هو ننمي مهاراتنا او زي كورسات وكده وحاجات تفيدنا في الاجازه وكده، برضه بحيث نطلع من الاجازه مش بس فن بقى واجازه وبتاع، لا ممكن نستفيد كمان من الاجازه دي، هنتعلم حاجات جديده. اول حاجه حابه اقولها واول حاجه اول فكره خالص هي تدوين الافكار، الجورنالينج يا جماعه. الجورنال انا اصلا القناه بتاعتي هو محتواها الجورنال. الجورنال بجد مهم جدا جدا. الجورنال في منه انواع كتير قوي. في اللي هو الجورنال الفني ده خاص بقى بالفن والابداع، وان هو لو حد اصلا بيحب الجورنال كفن زي جانك جورنال. تمام. في جورنال اللي هو البوليت جورنال هو التخطيط الشهري، التخطيط اليومي، التخطيط اللي هو الاسبوعي، التخطيط الشهري واليومي والاسبوعي. فهو الجورنال حاجات كتير، والجورنال ملوش اساسيات، يعني عادي ابدعوا زي ما انتوا عايزين، طلعوا الافكار اللي جواكم زي ما انتوا حابين وزي ما انتوا عايزين. هو اول حاجه هتكلم عنها هي تدوين الافكار، انكم تدونوا افكاركم في ورقه. وانا كنت الفيديو اللي فات كنت عامله اللي هو ازاي تعملوا تو دو ليست، انها تساعدكم ترتبوا حاجاتكم بشكل مرتب اكتر، واهميتها من حسب اهميتها والاستعجال بتاعها انها مهمه وانا عايزه اعملها بسرعه قد ايه، ومهمه بس ايه اقدر اجلها شويه، بحيث ان ابقى مرتبه حاجتي وابقى عارفه ايه اللي اخلصه دلوقتي وايه اللي اخلصه كمان شويه. هي دي اساسيه اللي هيكمل عليها باقي الفيديو. انتوا هتشوفوا هتختاروا هتحبوا تعملوا ايه وتكتبوه ويبقى قدامكم كده على ورقه، بحيث تبقوا محددين انتوا عايزين ايه. ابسط حاجه دونوها بالشكل اللي يعجبكم، اعملوا تو ليست بالشكل اللي يعجبكم، في اشكال كتير مختلفه، يعني حتى هعرف اوريكم او احط لكم صور اهو. ده اللي كنت اتكلمت عنه الفيديو اللي فات، التقسيمه دي برضه هيبقى تبقى مشروحه في الفيديو اللي فات. وفي تو ليست مثلا كده تعملوها بالشكل ده، هو كيوت عادي جدا بالشكل اللي يعجبكم، وطلعوا الفكره اللي جواكم، يعني طلعوا اللي جواكم، يعني اعملوا. هو مش اساسيات الجورنال، يعني هو بتخططوا وبتريحوا بالكم وبتطلعوا الافكار والدوشه اللي جواكم على ورق، بس عشان تبقى حياتكم نوعا ما مرتبه اكتر. احنا اللي بنخلي حياتنا تبقى احسن يعني مرتبه اكتر. هتجيبوا اي نوت بوك عندكم، عشان بقى هنبدا بقى في افكار بتاعت الرفاهيات بقى وكده في الاجازه. اي نوت بوك عندكم، اي نوت بوك تكون فاضيه او تنفع، مش لازم تبقى كبيره، عادي اي نوت بوك. وهحط لكم صور دلوقتي على اللي انا هقوله. اول حاجه هي الصفحه تبقى تعريف عن نفسكم، هي about me. مش لازم تبقى على فكره اسمي ايه وسني ورقم تليفوني، لا انت ممكن تكتبوا انا بحب ايه وبكره ايه. about me يعني انا بحب ايه، انا مثلا بحب الرسم وبحب الكيبوب، انا بحب اسمع اغاني الكيبوب، بحب الفرق الكورية، بحب المسلسلات الكورية. بكره مثلا بكره مثلا اصحى متاخر، بكره يوم مثلا مش يبقى منظم كده. لما يوم اللي مش بعمل فيه جورنال ببقى متضايقه جدا، ما بحس بقى باوقات الكسل والحاجات دي، ساعات اي حد بيمر عليه اوقات الكسل وكده فطبيعي. فنكتب احنا مش بنحب ايه وبنحب ايه، ده مثلا تعريف عن نفسي، انا بحب ايه وبكره ايه. دي تبقى اول صفحه. تمام. تاني صفحه انا قلت هحط الصور هنا. تاني صفحه تكتبوا اغانيكم المفضله.
ده حاجة كده هو ايه، عشان مثلا يعني كل يوم الصبح كده او حاجة ممكن تكتبوا الاغاني بتاعتكم المفضلة انتوا بتحبوها، تحبوا تسمعوها وبتبقى هادية. مثلا لما انتوا بتلبسوا عشان نازلين او انتوا قاعدين كده فاضيين، احنا في اجازة وكده، فممكن نحدد القائمة بتاعتنا المفضلة ونسمعها مثلا كل يوم ونشغلها. ومثلا الاغنية دي انا عايزة اسمعها النهاردة، فنعمل عليها تريك كده انا سمعتها النهاردة، وهكذا وهكذا. ممكن برضه نعمل قائمة بمسلسلات احنا عايزين نتفرج عليها. يعني احنا بنبقى في الشتاء وايام الامتحان، يعني ايام الدراسة بس الشتاء، في ايام الدراسة وايام الامتحانات وكده بيبقى في مسلسلات كتير قوي عايزين نتفرج عليها، بس ما بنتفرج، مش بنعرف نتفرج عليها مثلا، فبنحطها في ليست كده لغاية ايه ما نخلص ونبقى نتفرج. فاحنا بقى نبدأ نكتب ايه المسلسلات اللي عايزة اتفرج عليها كلها واحطهم تحت بعض، وبعد ما اخلص المسلسل اروح عاملة تراك تحت تراك عنده كده صح انا اتفرجت عليه، وهكذا لغاية ما اخلص المسلسلات. واعتقد احنا هيبقى عندنا مسلسلات كتير بالهبل عايزين نشوفها، سواء بقى عربي اجنبي كوري، كل اللي احنا يعني نكتب اي مسلسل احنا عايزين نشوفه. تمام. نكتب وصفات اكلات احنا بنحبها وعايزين نعملها. احنا دلوقتي في اجازه وكده، خشوا يا جماعه المطبخ وابدعوا براحتكم، ممكن تعملوا وصفات اكلات من كل بلد، يعني اعملوا وصفات الاكل اللي نفسكم تعملوها او نفسكم تجربوها بقى من اي بلد. ممكن تعملوا اكل اسباني، ممكن تعملوا اكل جزائري، ممكن هو المغربي، الاكلات اللي هي العربيه كده، ممكن تعملوا اكلات كوريه. يعني شوفوا عايزين تاكلوا ايه كده، وشوفوا وصفات على اليوتيوب. اصلا يعني اليوتيوب فيه حاجات كتير، شوفوا وصفات على اليوتيوب وابدأوا اعملوها وجربوها كده في المطبخ، واكتبوا قائمة كده بوصفات انتوا نفسكم تجربوها. شوفوا كده فيديوهات وكده لكذا وصفة واكتبوها واعملوا قائمة كده بيهم، انك اكل انت بتحبه او اكل انت عايز تعمله. تمام. ممكن نعمل صفحة 5 حاجات احنا بنحبها، اكتب صفحة مثلا بالحاجات اللي انا بحبها وعايزة اعملها. القراية، الرسم، عايزة احافظ مثلا على رسم، عايزة احافظ على الرسم مثلا كده، اي حاجة بنحبها نكتب 5 حاجات احنا بنحبها. تاني جزء بقى من الفيديو هو جزء تعليمي، ان احنا نحافظ على الكورسات. في كورسات كتير اونلاين، في كورسات كتير انجليش اونلاين، تعليم اي لغة عامة مش شرط انجليش بس، في لغات تانية مهمة ومهم ان احنا نتعلمها وهتفيدنا في الكارير بتاعنا او في السي في بتاعنا. هتفيدني في السي في بتاعنا ان احنا يبقى مثلا معانا كذا لغة. مثلا اللغة دي مثلا مش بتحبوا، مش عايزين تنزلوا او كده، ممكن تاخدوها اونلاين في البيت على يوتيوب او اي منصة مجانية زي منصة ادراك وكده. المهم ان احنا اتعلمنا لغة جديدة وكده بنفسنا، احنا تعبنا وتعلمناها. وممكن بعد ما نخلص فترة الاونلاين دي نبدأ ندور على كورس مثلا ناخدوه في اي مكان بره معتمد، بس هتعملوا امتحان القدرات، ممكن تخشوا ليفل اعلى، وبعد ما تخشوا ليفل اعلى يبقى فاضلكوا كام ليفل بس كده تخلصوه وتاخدوا الشهادة وخلاص يبقى معاكوا شهادة باللغة دي. وممكن تاخدوا برضو من الاول تاخدوها بره عادي جدا، حسب المتاح ليكم ومفيد ليكم ايه. بس نحاول من الاجازه فعلا احنا نستفيد منها قدر الامكان ونتعلم كورسات وتنميه نفسنا. تاني حاجه تنميه مهاراتنا، برضو ندور على كورسات اونلاين تنميه المهارات. ممكن اتعلم مهاره جديده يعني زي الرسم، ممكن نتعلم الجرافيك، ممكن نتعلم المونتاج، الحاجات الفيديوهات بقى والحاجات دي دارجه جدا، في حاجات على انستا، في حياة السوشيال ميديا بقت دارجة جدا. نتعلم ازاي نعمل مونتاج، ازاي نعمل اديت، ازاي نعمل تصميم جرافيك. الحاجات دي برضو مهمة جدا هنتعلمها وهتبقى مفيدة جدا وهتفيدنا في شغلنا العادي بعدين حتى. وهو اهم حاجة تنمية المهارات في فترة الاجازة دي، فترة طويلة 3 شهور كافية قوي ان احنا نتعلم حاجة جديدة فيها، كافية نتعلم نبدأ حتى كبداية في حاجة دي، ان احنا نتعلم لغة، نتعلم مثلا مهارة زي او هواية زي الرسم. آه زي ما قلت الجرافيك، الحاجات دي كلها نقدر، والكورسات دي متاحة على اليوتيوب او اي منصة مجانية مش يوتيوب بس. واخر حاجة حابة اتكلم عنها يا جماعة وهي قراية الكتب. الكتب بجد مهمة جدا، كتب انواع كتير جدا، في منها ممكن نقرا كتب خيالية وخيال علمي وهي فانتازيا وكده واجتماعي، ممكن نقراهم من جانب الترفيه وان احنا في اجازة وكده نرفه بيها عن نفسنا. كتب كده تبقى في كتب كوميدي تضحك، كتب كده ترفيهية لينا بالنسبة ان احنا اجازة وصيف. وكتب بقى تعليمية، هي
زي تنمية النفس، تنمية المهارات، تنظيم الوقت. في كتب من دي تقدر تفيدنا، في كتب في مجالات كتير، كتب في إدارة الأعمال، ممكن تختار التخصص اللي انت نفسك تدرسه وتقرا عنه في كتب قبل مثلا ما تتخصص. لما انت مثلا في ثانوي او كده، انتوا ممكن تقروا كتب عن مجالات تانية كتير، تلاقوا نفسكم فعلا حابين انكم تعرفوا اكتر عن المجال ده وتدرسوا المجال ده، زي مجال إدارة الأعمال، التسويق، الإلكترونيات. في كتب كتير قوي عن الحاجات دي. في كتب زي مثلا، ممكن ارشح لكم كتب يعني لو حابين بعد كده، زي مثلا كتاب ابدأ الحياة الآن، اللي هو بيتكلم ان ازاي انت هتبدأ حياتك وتحط ستيب لنفسك وازاي تطلع لقدام. حتى مش فارق بقى انت سن قد ايه ولا عمرك قد ايه، المهم انك تبدأ في اي وقت انت مصمم فيه انك تبدأ او عايز فيه انك تبدأ. فاقروا كتب بجد ان هي اقروا كتب بجد ان هي تنمي مهاراتكم، تنمي وعيكم وادراككم، وانها تعليمية برضو وهتفيدكم تنمية مهارات. مش كتب برضو فانتازيا وخيال بس، ممكن نقرا الخيال والحاجات دي كترفيه، ونقرا الكتب التانية كتعليم اصلا ان احنا نتعلم منها ونعرف حاجات جديدة منها من خلالها، ممكن نحب بعد كده ان احنا ندرسها. بس اتمنى يا رب تكون الافكار عجبتكم وانها تفيدكم وتستفيدوا على قد ما تقدروا من الاجازه، مش بس فن ولعب وكده وبس، لا كمان تستفيدوا من الاجازه، تستفيدوا من ال3 شهور دول، تطلعوا بحاجه جديده وتعلمتوا حاجه جديده فيها. اعملوا فعلا يا جماعه جورنال ودونوا افكاركم واكتبوا انتوا بجد عايزين تعملوا ايه وابداوا واعملوا. مرة ممكن نقع بس مرة تانية هنقوم واكيد هنعملها. اوقات كتير بنكسل، المهم ان احنا منفضلش دايما مكسلين، مهم ان احنا من جوانا نقوم، ده اهم حاجة، احنا من جوانا عايزين نقوم وبجد نقوم. فان شاء الله هنعمل اللي احنا عايزينه. بس اتمنى يكون الفيديو كان لطيف عليكم وان هو افادكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.